تعالوا نتكلم النهاردة على مشكلة جديدة. هل وارد إن أنا المريض بتاعي في مرة عملت له فصيلة وطلعت A نيجاتيف A سالب، ومرة بعد فترة من الزمن عاد إلي المريض ده وجاي يعمل فصيلة تاني، أو عملها في معمل تاني ومعاه تقرير جاي B، والفصيلة كانت طالعة عندي قبل كده A نيجاتيف في معمل ما أو عندي، وبعد كده لما جيت أعمل له فصيلة مرة تانية طلعت A موجب. هل ده وارد إن هو يحصل؟ بص يا سيدي، هي الفكرة واردة إن هي تحصل. هل الفصائل بتتغير؟ بعيدا عن نظريات كتير إن في بعض أنواع البكتيريا ممكن تغير الفصائل، ولكن دي حالة نقول عليها نادرة. خلينا في الحالة اللي مش نادرة. في حالة اسمها الديو، فصيلة ديو موجب. الديو موجب دي ايه مشكلتها او ايه الفكرة عنها؟ هي طبعا الفصائل دي عبارة عن وراثة، بتورث من الابوين مجموعة من الجينات، بتورث بتعمل لي 5 انتيجينات على سطح الار بي سيز، على سطح كرة الدم الحمراء. في انتيجينات بتتورث 5 انتيجينات: السي كابيتال، السي سمول، الاي كابيتال، الاي سمول، والدي. الانتيجين دي هو هنا اللي بيعرفنا الار اتش، اللي هو بيعرف ودرسناه كتير في ثانويه عامه وغيره. رايسز، عامل رايسز هو البوزيتيف والنيجاتيف، اللي هو بنقول ايه موجب او ايه سالب. رايسز ده ايه فكرته؟ زي ما قلنا ال5 انتيجينات بيورثوا جينيا، فانا ممكن الجين باخد منه جزء بسيط جدا، فبالتالي ما بيظهرليش الصفه، وبالتالي ما بيخلينيش احصل على الانتيجين دي اللي هو بيديني الار اتش موجب. طب ده خلاص شخص ار اتش سالب. طب ايه فكره الديو اللي هو مش عارف فين المشكله فين؟ الديو ده انا بتورث جزء من الجين فقط، جزء بسيط صغير جدا. طبعا احنا عارفين ان الجين عباره على الدي ان ايه، الذراعين بتوع شريط الدي ان ايه. انا ممكن اخد جزء بسيط جدا، فبالتالي الصفه مش هتظهر او هتبقى ضعيفه جدا في الاكسبريشن، وبالتالي الديو موجب ده هو ار اتش موجب، ولكن الجين نفسه بيورث، او الاكسبريشن اللي هو حاجه اسمها جينوتايب وحاجه اسمها فينوتايب. الجينوتايب ده الجين نفسه انا خدته ولا لا، الفينوتايب الظهور بتاع الصفه، وليكن انا خدت الجين بتاع الشعر الاصفر لكن الاكسبريشن مش ظاهر. خلاص انا خدت جزء من الاب وجزء من الام، يبقى لازم يظهر. لكن لو خدت جزء من الاب وما خدتش جزء من الام، الصفه نفسها ما بتظهرش حتى لو عندك جزء من الجين. هنا الديو موجب بيبقى الاكسبريشن بتاعه او ان هو يظهر بيكون ضعيف، بيبقى ويك في الانديجينيستي بتاعته. الانتيجين نفسه بيكون ضعيف. وهنا المشكله في ايه؟ ان انا لو عملته بطريقه الشريحه، اللي هي الطريقه السريعه جدا اللي بنستخدمها في المفروض في السكريننج في الفحص الفصائل، الطريقه دي بتخلي ان من نوع اجلوتينيشن ما بيحصلش اجلوتينيشن، ما بيحصلش عمليه التلازن اللي المفروض بتحصل لما باجي اعمل فصائل، اللي هو انتيجين انتي بودي رياكشن يعمل اجلوتينيشن، التلازن اللي بنشوفه. هنا بيكون الاكسبريشن بتاع الجين بتاع الدي بيكون ضعيف، وبالتالي ما بيعملش اجلوتينيشن. بحتاج ان انا اعملها بطريقه الكومب، اندايركت كومب، عشان احضن في درجه حراره 37، وبعدين احط الانتي هيومن جلوبولين، محلول معين عباره عن اجسام ضاده، هي بتبقى ضد الاجسام المضاده بتاعت جسم الانسان. وليكن انا حطيت الار بي سيز بتاعت الانسان وحطيت عليها الريجنت اللي انا بكتشف بيه الفصيله اللي هو الانتي ار اتش، فالانتي ار اتش لو الانتيجين موجود اللي هو الديو هيمسك فيها، هيمسك في الانتيجين ديو حتى لو هو ضعيف، ولكن مش هيظهر كاجلوتينيشن الا لما اضيف له الحاجه اسمها الانتي هيومن جلوبولين. ده محلول اخضر كده، دوت بيظهر لي الاجلوتينيشن في درجات حراره معينه، التفاعل ده بيظهر. وبالتالي في اللحظه دي الحالات اللي هي الفصيله كانت ظاهره سالبه وظهرت موجبه، هي مش ظاهره نتيجه اختلال في الفصائل او ان هي اتغيرت، لا الفصيله بالفعل كانت طول عمرها زي ما هي.